السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. للأسف الشديد، انقلاب حافلة للمسافرين نواحي بني ملال، وبالضبط بالقرب من مدينة تادلة، يخلف خسائر بشرية. إذا للأسف الشديد، هذا الانقلاب ديال الحافلة ديال المسافرين اللي كان نواحي بني ملال سجل ضحايا. وفي التفاصيل ديال هذه الواقعة، السلطات المحلية بولاية جهة بني ملال الخنيفرة أفادت بأن شخصا لقي مصرعه، وبالضبط تقريبا امرأة، يعني ربما امرأة هي اللي توفات حسب يعني تصريحات ديال بعض الناس، فيما أصيب 51 آخرون، من بينهم 15 حالة متفاوتة الخطورة، وذلك بسبب الحادثة ديال السير اللي وقعت مساء اليوم الثلاثاء على بعد 10 ديال الكيلومتر تقريبا من مركز ولادي يعيش في اتجاه مدينة قصبة تادلة. أوضحت السلطات المحلية بأن هذه الحادثة وقعت إثر انقلاب ديال الحافلة لنقل المسافرين كان على متنها 52 من الركاب عقب اصطدامها بسيارة خفيفة. وأضاف المصدر نفسه بأنه فور إشعارها بهذه الحادثة انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية، وكذلك المصالح ديال الدرك الملكي، وكذلك العناصر ديال الوقاية المدنية، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال والمستشفى المحلي لقصب التادلة من أجل تلقي جميع الإسعافات الضرورية والخضوع للعلاجات اللازمة والرعاية الطبية كذلك اللازمة. وأشار إلى أنه، يعني نفس المصدر أشار إلى أنه تم فتح بحث قضائي من قبل المصالح ديال الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث المأساوي. رحم الله هذا السيد ولا هذه السيدة اللي توفاو إثر هذا الانقلاب، وبالشفاء العاجل إن شاء الله لجميع المصابين وجميع الضحايا ديال هذا الحادث. ونتمناو على أن يدوز كل شيء بخير وعلى خير، وهاد الناس يبراو ويتشافوا في أقرب وقت ممكن، ويرجعوا للعائلات ديالهم سالمين إن شاء الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل التعازي للأسرة الفقيدة والفقيدة. فمازال ما عرفناش بالضبط واش فعلا امرأة ولا رجل. فالسلطات أفادت بأنه يعني شخص هو اللي تم يعني هو اللي لقى الحتف ديالو توفى، بينما يعني مصادر محلية، خصوصا صفحات رسمية غير رسمية يعني على الفيسبوك، اللي تابعة لبعض الأشخاص اللي كيقطنوا بالمنطقة ديال تادلة وكذلك بالمنطقة ديال بني ملال والمناطق المجاورة، قالوا بأنه السيدة هي اللي توفات. على أي بالشفاء العاجل لجميع الضحايا، والله يرحم السيدة ولا السيد اللي ماتوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.